ثم ذكر من الآثار في التهنئة لمن ولد له ولد أثرا عن الحسن البصري، وفيه أن رجلا قال في مجلس الحسن لرجل آخر يهنئه بولد، قال ليهنك الفرس، فقال الحسن رحمه الله تعالى: وما يدريك لعله حمار، وما يدريك لعله بغل، ألا قلت جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإسناده حسن. ومثله أيضا ما جاء عن أيوب السختياني أنه كان إذا هنأ رجلا بمولود قال: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن الحسن وأيوب السختياني هو أصح ما في هذا الباب، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم تهنئة بالمولود، وإنما في ذلك هذين الأثرين عن هذين الرجلين الجليلين من التابعين، الحسن البصري وأيوب السختياني. ويؤثر عن الحسن رضي الله عنه دعاء آخر وهو المشهور عند الناس لاقتصار ابن القيم بنقله في كتابه في أحكام المولود، وهو قول القائل: شكرت الواهب وبورك في الموهوب، بلغ أشده ورزقت بره. وهذا لا يصح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولا يثبت فيه هذا المعنى شيء، وإنما الثابت ما جاء عن الحسن ومحمد وأيوب أنهما كان يقولون: جعله الله مباركا عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي أن يتمسك به متتبع الآثار، وإذا قال غيره من الألفاظ فذلك جائز.